بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا ام اسلام معاكم من مطبخ ام سمسم. تعالوا بقى نعمل مع بعض الزلابية بقى، لقمة القاضي، العوامة، مش عارفة انتوا بتسموها ايه، زي ما تكون هنعملها مع بعض بطريقة جميلة وسهلة قوي وناجحة معاكي من اول مرة. جميلة قوي. هنعملها بثلاث اطعمة مختلفة، هنعملها بصوص شوكولاتة، وهنعملها بالسيرة بنسقيها عسل يعني، او شربات زي ما بتسموه. وواحدة تانية هنعمل اسفة. وواحدة تانية هنعملها من غير اي حاجة، وفي كمان اللي هنرش عليها سكر بودر. تعالوا بقى نعملها ونشوف عملناها ازاي بكل تفاصيل. سهلة جدا، جميلة قوي. حاجة جميلة، حاجة تفتح النفس كده، وسهلة وممتازة. بصي وهقول لك ازاي تعمليها باشكال تحفة جدا كده، من غير ما تعملي اشكال غريبة. لا، هنعملها بصي جميلة قوي، تحسي كأنك عاملاها بمكانها ما شاء الله، يعني حاجة حلوة قوي قوي. بصوا ايه رأيكم في الجمال؟ تعالوا بقى نشوف عملنا الجمال ده كله ازاي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. في البداية لو اول مرة تشوفيني، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تعالي بقى معايا على المقادير على طول. دول كوبايتين من الدقيق. طبعا عليهم معلقه كبيره من الخميره، وعليهم معلقه كبيره من السكر، زي ما انتم شايفين. ومعلقتين من النشا. عرفتي كده؟ يعني معلقه كبيره من السكر ومعلقه كبيره من الخميره ومعلقتين من النشا، ومعايا كوبايه وربع من الميه. وطبعا حسب الدقيق بتاعك هتحطي الميه. تمام كده؟ هقول لك ايوه المقدار ده خد معايا بالظبط كوبايه وربع. تقدري انت بقى طبعا تزودي، لو لقيتي العجينه بتاعتك يابسه هتزودي، لقيتي العجينه كده بس هو الكوبايه وربع بالظبط بالظبط. تمام كده حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اول حاجه هجيب البوله اللي هعجن فيها، هنزل بالدقيق بتاعي، وهنزل بمعلقتين كبار من النشا، ومعلقه من السكر، ومعلقه من الخميره. وهقلب كل المكونات الجافه دي مع بعضيها، وبعدين هنزل بالميه. ومهم قوي الميه بتاعتك بتكون دافيه. تمام كده؟ هنزل بقى بالميه بتاعتي، والميه بتكون دافيه. وقلبي بقى طبعا بالمضرب بايديكي في العجان، اي حاجه زي ما تكون الموجود عندك اشتغلي بيه. تمام، احنا مش موقفين على حاجه يعني. طبعا هعجن معايا زي ما انتم شايفين. في البدايه هحط كوبايه الميه وهعجن، وبعدين هحط الربع حبه حبه. هو بالظبط خدت كوبايه وربع بالظبط. تمام كده. وطبعا ده قوام العجينه بتاعتي، سهل قوي من غير، بصي بقى مفيش اي افتكاسات. تمام كده. هنقلب الكلام ده كله كده مع بعضينا زي ما انتم شايفين. وده طبعا قوام العجين. قلبي قلبي عشان ما تبقاش فيها اي تكتلات، مهم قوي ان هي تكون مظبوطه كده. طبعا هي كده تمام. انا كده هغطيها وهسيبها طبعا عشان تختمر معانا. طبعا هنا دي قعدت بالظبط حوالي ساعه الا ربع. اختمرت معايا لان الجو كان لسه برد شويه. طبعا زي ما انتم شايفين ما شاء الله ملت البوله. تعالوا بقى نشوف هنعجنها ازاي. اول حاجه خالص هنحط الزيت على النار، وهفش العجينه بتاعتي. مهم قوي تخرجي كل الهواء منها. تمام كده زي ما انتم شايفين. بعدين طبعا الزيت بتاعي مش بيكون حامي قوي، مهم قوي ان الزيت بتاعك يكون بارد شويه. زي انا بوريك يعني ان انت تفشيها. بصي هتفشيها بالطريقه دي. تمام كده. هنا بقى هنبدا بقى طبعا زي ما انتم شايفين، هاخد بقى عجين قطعه صغيره وعلى حرف الحله. مهم قوي على حرف البوله اللي انت بتعملي فيها. حرف البوله هيظبطها معاكي قوي، يعني هتاخدي قطعه العجين وتطلعي على حرف البوله كده، هتروح ظابطه معاكي، وتنزلي تسلكيها زي ما انت شايفه كده. تمام زي ما انتم شايفين الاشكال حلوه ومظبوطه قوي. مفيش واحده يعني تتحكمي فيها زي ما انت عايزه، عايزاها صغيره عايزاها كبيره، دي بتاعتك انت. طبعا انا حبيت اعملها صغيره زي اللي بتتباع بره، تقدري تعمليها اكبر او اصغر براحتك. تمام زي ما انتم شايفين كده الطريقه سهله. وزي ما انتم شايفين انا بوريكي بالصباعين دول، الصباعين اللي هم الثلاث صوابع او الاربع صوابع اللي فوق، وبتنزليها بالصبع الكبير. تمام كده بتاخديها على حرف البوله. مهم قوي ان انت تسحبي على حرف البوله. طبعا زي ما انتم شايفين كده. طبعا الشكل حلو وسهل قوي. مش محتاج بقى لا مكنه ولا معلقه ولا ميه سخنه ولا بصي مش محتاج اي حاجه من الكلام ده كله، او معلقه تحطيها في ميه وتسيلها. لا مفيش الكلام ده كله خالص. انت كل اللي هتعمليه ان انت هتاخدي على حرف الحله او حرف البوله اللي انت عاجنه فيها، وتسحبي على فوق كده، وتروحي نازله بالصباع الكبير، وتروحي نازله بيها في البوله في الطاسه بتاعتك. ومهم قوي الزيت ما يكونش سخن قوي. تمام كده عشان ما تبقاش كابسه منك وكده. طبعا زي ما انتم شايفين انا هامله بقى الطاسه كلها معاكي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. طبعا ده شكلها، بصوا الجمال. هقلب بقى ايدك فيها على طول، قلبي 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 كده. طبعا لو انت حباها مقرمشه هتخرجيها من الزيت قبل ما تاخد لون قوي، يعني تبقى تاخد لون ذهبي خفيف، وتخرجيها وبعدين ترديها تاني في الزيت. تمام كده، يعني هتخرجيها وتعملي كل الكميه وترجعي تاني تقليها مره تانية لو انت عايزاها مقرمشه. لو انت زي حالتي كده، انا مش بحبها مقرمشه قوي بصراحه، بحبها كده بتبقى حلوه كده. ما كانتش يعني كانت مقرمشه حلوه برضو جميله قوي. بس يعني لو انت عايزاها زي اللي بتطبع بالظبط هترديها مرتين في الطاسه. طبعا انا بحبها كده بصراحه، مش بحب اردها مرتين، عشان انا مش حباها تشرب سيرب زياده. فاهماني؟ يعني انا حباها، انا مش حابه اسقيها سيرب زياده، انا حابه السيرب بتاعها يبقى خفيف قوي.
لان انت لو رديتيها مرتين بتشرب بقى او سيرب بقى وتبقى تقيله. فانا عشان حباها تبقى خفيفه، ده شكلها بصوا الجمال، ده شكلها اهو. فانا مش هقليها الا مره واحده. تمام كده. طبعا هخرجها زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، هي كده ده الشكل اللي انا عايزاه. وهعمل معاكم كمان ده، انا ما سقيتوش، ده انا سيبته يبرد عشان ده انا هرش عليه سكر. تمام. وهعمل معاكي طاسه تانية هنعملها مع بعض، هنسقيها سيرب، وواحده تانية هنحط لها صوص شوكولاته. وخليكي معايا للاخر هتشوفي الجمال كله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طبعا لو جديده معايا اول مره تشوفيني، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. انا حبيت اعمل معاكي كام طاسه عشان اعرفك ان الاشكال كلها مظبوطه قوي زي ما انت شايفه. ما فيش واحده عامله بوس كده، ولا في واحده عامله زي السمكه، ولا في واحده عامله زي البطه، لا ما شاء الله. الاشكال كلها سهله وجميله. وزي ما انت شايفه هسحب على حرف الحله، على حرف الحله كده او على حرف البوله اللي انت عاجنه فيها، وتنزلي بصوابعك. بصي اهو، مش محتاجه اي افتكاسات، سهله قوي وجميله قوي. انا حبيت ان انا اوريكي من قريب بس انا مش عارفه. طبعا دلوقتي هنادي لبنتي عشان تمسك لي الكاميرا من قريب قوي من الجنب التاني عشان تشوفيني وانا بعملها بكل سهوله. جميله قوي، اشكال حلوه واشكال سهله. يعني مفيش اشكال سمكه ولا قرموط ولا بطايه ولا، لا مفيش الكلام ده كله. هي جميله وسهله قوي، ومقاديرها مظبوطه قوي على الشعره، مفيش كلام بعد كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا بوريكي ان انا بعمل بالصوابع دي. تمام كده حبيب قلبي. لو وصلتي بقى مع لحد هنا مشكوره، يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تمام كده. زي ما انتم شايفين انا بعملها بايديا، حلوه قوي، سهله قوي، مش محتاجه اي كلام. حاجه جميله وحاجه سهله، حاجه كده حلوه قوي. وكمان شكلها جميل وتفتح النفس كده، وتحسي كده ان هي جميله جميله جميله. يلا بقى جربيها بطريقتي مش هتندمي والله. تعالي بقى لما اوريكي. زي ما انت شايفه انا بسحب على حرف البوله كده، وانزل ايه بالراحه كده بصوابعي، بسحب على حرف البوله. انا ناديت لبنتي عشان تمسك لي الكاميرا عشان اوريكي. بسحب كده على حرف البوله، وانزل بطراطيف صوابعي زي ما انت شايفه كده. جربي بس طريقتي دي، هتلاقيها سهله وحلوه قوي. مهم قوي الاول خالص باللي ايديكي، وبعدين ابدأي بقى اعملي على طول هتشكلي كل الطاسه كلها. وبعد ما تشكلي كل الطاسه كلها هتحسي ان هي كلها بقت مظبوطه وجميله قوي. يلا بقى، يلا بقى حبيبتي، لو عجبك محتواي يا ريت تشجعيني وتشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. الاشكال سهله قوي، بصوا زي ما انتم شايفين. ايه رايكم؟ جميله قوي قوي. تعالوا بقى مع بعض نخرج الطاسه دي. مهم قوي ان انت تقلبيها قوي زي ما انت شايفه اهو. الاشكال مظبوطه قوي، بصي جميله جميله جميله، من اكتر المرات اللي هتنجح معاكي. بس جربيها بطريقتي وامشي على كل الخطوات. طبعا بقلب على طول كده عشان انا مش حباها يعني، حابه كله ياخد لون واحد. وقلبي كده ايدك فيها على طول على طول. اول ما تحسي ان هي خدت اللون الذهبي هتخرجيها على طول. وزي ما قلت لك لو انت حباها مقرمشه قوي هتخرجيها وتقلي كل الكميه. وبعد ما تقلي كل الكميه هترجعي ترديها تاني في الزيت وتحمريها كمان مره. تمام كده. لكن انا بحب اعملها وش واحد. وهخرجها ده سيرب، والسيرب بتاعي تقيل تقيل، يعني كوبايتين سكر على كوبايه ميه، عصره ليمونه يغلي على النار حوالي 7 دقايق. ده السيرب بتاع العوامه او لقمه القاضي او الزلابيه، ايا كان بقى انت بتسميها ايه بالظبط. تمام كده. هخرجها على طول وهي سخنه على السيرب بتاعي، وانا مش حباها تشرب قوي، عشان كده انا قلبت على طول وخرجتها على طول من السيرب. تعالوا بقى نعمل طاسه كمان مع بعض. وده شكله بصوا كده انا خلصت كل الكميه معاكي. بصي الكوبايتين دي عملوا لي قد ايه من الزلابيه الجميله. بصي زي ما انتم شايفين. اللي انا هرش عليه جوز هند ده، اللي انا كنت حطيت عليه، اللي انا كنت سقيته سيرب. تمام. اما الباقي كله انا مش ساقيه اي حاجه، انا حباه يبقى خفيف. فعشان كده حبه رشيت عليهم صوص شوكولاته، والحبه التانيين رشيت عليهم سكر بودره، والباقي خليته من غير اي حاجه. تمام كده. يعني اللي حابب ياكلها خفيفه من غير سكر خالص ماشي، اللي حاببها بصوص شوكولاته ماشي، اللي حاببها بسيرب مسقي ماشي، اللي حاببها بسكر بودره ماشي. فانا حبيت اعمل لكل واحد ذوقه. وطبعا ده شكلها. وطبعا زي ما انتم شايفين جميله قوي قوي. جربيها بقى بطريقتي وادعي لي واكتبي لي في الكومنتات لو عايزه اي سؤال اي حاجه. يلا حبايب قلبي، اترككم في رعايه الله وامنه. اللهم احسن ما بين ايديكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.